مساء الخيرات على كل متابعيني في كل مكان، يا رب تكونوا بأفضل حال. حابة اتكلم في الفيديو ده عن الأحداث القادمة من مسلسل أقدار الزواج. حلقة يوم أمس واللي بتعرض في الهند طبعا انتهت بأن باراتشي أخبرت بلافي بأن رامبير مصاب بالرصاص وهم موجودين بالمستشفى، وطبعا بلافي هينخفض ضغطها وعشان كده هتفضل هي في البيت، وهيبعتوا عالية وكمان ريا للمستشفى ومعاهم أريان عشان يطمنوا على حالة رامبير. طبعا هيكون هناك باراتشي وميهيكا وسيدهارت وشهانة موجودين بينتظروا رامبير، وطبعا مع الأسف بلافي هتتوعد لباراتشي إذا حصل شيء لرامبير هي مش هتسيبها، لأن كل ما يكون رامبير متواجد حول باراتشي بتحصل ليه مصيبة. طبعا رامبير مازال في غرفة العمليات، وضعه خطر جدا، وطبعا باراتشي منهارة وخايفة على رامبير لان هي ممكن تكون السبب في اي شيء يحصل له، لانه كان بيدافع عنها واخذ الرصاصة مكانها. وفي اللحظة دي هتكون باراتشي متوترة جدا، وهتكون شهانة بتهدئتها، ولكن للحظة العقد الخاص بالزواج هيتقطع وهيترمي على الارض، وطبعا باراتشي هتشعر بان في شيء هيحدث، وعشان كده هي هتروح عند الاله بتاعهم اللي بيعبدوه، هتطلب منه الدعاء وانه رامبير يستفيق ويستعيد وعيه. وفي اللحظة دي هتظهر شخصية هتساند باراتشي، وطبعا هتدعمها بقوة بان رامبير هيقوم من العملية، وطبعا هيكون بافضل حال. وطبعا الشخصية دي هيكون اسمها سوجاتا، هتأتي لمساعدة رامبير وباراتشي كمان، وهتساندها بشكل كبير جدا. في اللحظة دي كمان ريا هتصل الى المستشفى مع عمتها عالية، وطبعا هتوبخ باراتشي والناس كلها هتتلم عليهم، ولكن باراتشي بقوة هتصفعها على وجهها وهتطلب منها انها تمشي، لانها هي موجودة بجانب زوجها وان رامبير هو زوجها. وطبعا اتوقع ان الاحداث هتنتهي لحد هنا. انا عرفتكم احداث حلقة اليوم وكمان احداث حلقة غدا، ولو نزلت تفاصيل تانية وكواليس تانية هعرفها لكم كمان في القناة، وطبعا هعرض لكم في الفيديو ده كواليس لابطال المسلسل، وياريت تعرفوني انتوا رأيكم، وبكده اكون وصلت للنهاية.